أهلًا وسهلًا بيكم في مساحتنا الآمنة اللي عملناها هنا مع بعض، اللي بنجمع فيها القلب والعقل والوعي والروح. النهارده أنا جاية أتكلم في سؤال يعني كلنا محتاجين نسأله ونفكر فيه، هو ليه الحب صعب؟ ليه العلاقات ما بتمشيش يعني زي ما إحنا عايزين؟ الأول لو أول مرة تشوفني أنا ريهام، أنا طبيبة نفسية ويوجا teacher وlife coach وصانعة محتوى مهتمة جدًا برفع الوعي. نكمل بقى كلامنا. عمرك شُفت مثلًا شخصين مرّوا بنفس التجربة مثلًا خيانة أو وجع في علاقة ما، بس تلاقي إن في شخص منهم غرق في حُفرة كبيرة جدًا، وبقى له سنين مش عارف يطلع من الموضوع ده، ومش عارف ينسى اللي حصل، مش عارف يتجاوزه، مش عارف يحب من جديد، وتلاقي شخص تاني تجاوز وعدّى ونسي واتجوّز وخلّف وكده. طيب إيه الفرق ما بين الشخصين دول؟ يعني ممكن نتخيّل إن ده قوة إرادة أو كده، الحقيقة إن الفرق في الجهاز العصبي بتاع الشخصين دول، لإن لو هنتكلّم عن الحُب ما نقدرش ما نتكلّمش عن أنماط التعلُّق. نمط التعلُّق هو عبارة عن بصمة عصبية اتثابت جوّه جسمك من سِن صغير. آمم لو هنشرحهم بسرعة كده الأنواع يعني، إحنا عندنا نمط تعلُّق قَلِق، وعندنا نمط تعلُّق متجنِّب، وعندنا نمط تعلُّق قَلِق متجنِّب اللي هو الdisorganized أو الfearful avoidant، وعندنا النمط الآمن. ما حدّش فينا له يد إطلاقًا في نمط تعلُّقه وجهازه العصبي بيستقبل العلاقات إزاي. لإن دي حاجة اتكوّنت في جسمك وعملت بصمة في جهازك العصبي وأنت صغير أوي، من وأنت عندك شهور لو أنت عندك 5 سنين أو 6 سنين. بتعتمد ده على إيه؟ يعني مثلًا الشخص القَلِق ده بيكون مُقدِّم الرعاية له في الفترة دي وهو صغير ما كانش طول الوقت متواجد. يعني كان أحيانًا يدّي حُب وأحيانًا ما يدّيش، أحيانًا يبقى موجود وأحيانًا مش موجود. ف بيتعلّم الشخص ده بشكل غير منطوق من وهو صغير إنه لو في حُب محتاج يمسك فيه جامد علشان مش ضامن إنه يكمّل، مش ضامن إنه ييجي تاني، ما يعرفش هييجي تاني إمتى. ده النمط التجنُّبي برضه بيبقى فيه تجاهل للطفل ده ولاحتياجاته وهو صغير من مُقدِّم الرعاية. فبيتعلّم إنه الحُب مؤلم، وإنه الاحتياج مؤلم لإنه عمره ما خَد احتياجه، فالشخص ده بيكبر زيه زي أي حد محتاج الحُب وكل حاجة، بس أول ما يبقى الحُب حقيقي ويبتدي حد يقرّب منّه بجد، بيخاف وبيقفل على نَفْسه لإنه ما اتعوّدش على كده، ما خدوش من وهو صغير، آآ وده كُلّه بيحصل في لا وعي، ما بيبقاش بالقصد يعني. الfearful avoidant ده الشخص اللي كان يعني فيه ترومات أو حاجات وهو صغير لغاية السن اللي إحنا قُلنا عليه ده، كانت مزيج من الحُب والإهمال بطريقة غير منتظمة أكتر شوية من القَلَق، فيطلع عندنا شخص ومن نظرتي الclinical من الناس اللي شُفتها في العيادات إنه نسبة النمط التعلُّق ده كتير جدًا، يعني أكتر يمكن من القَلَق بس، اللي هو اللي بيغنوا له في الأغاني أبعد تجيني وتيجي وتبعد عني والحاجات دي، اللي هو الشخص اللي بيبقى محتاج الحُب أوي، لو بِعد عنّه يتجنن ويبقى هو اللي يروح ويطارد، ولو ضمنه يبعد. في طبعًا الآمن اللي هو في أول حظّه حلو في أول سنين حياته دي، كان مُقدِّم الرعاية حاجة اسمها good enough، كان موجود بشكل كافي يخلّي جهازه العصبي يفهم إنه احتياجه للحُب مش خطر، وإنه الحُب موجود، أوكي، إحنا مش بنتكلّم على شخص perfect ولا شخص جهازه العصبي سليم 100%، بس بنتكلّم على شخص آمن، لإن حظّه إن أول كام سَنة في حياته حصل كده. طبعًا إحنا مش بصدد إن إحنا نلوم حد أو نلوم الأمهات أو الأبهات في السِن الصغير ده، هي بيبقى mainly بتبقى الأم، لإن هي دي مقدِّمة الرعاية الأولانية يعني.
الأمهات بتحصل لها حاجات كتير، في أمهات بييجي لها depression، في ناس بييجي لها بيبقى عندها مثلًا مشاكل عائلية أو كده، فيعني الموضوع نقدر نقول إيه مثلًا، مش عايزة أقول حظ، بس هو برضه حاجة قدرية يعني. اللي أنا عايزة كمان أقوله إنه نمط التعلُّق ده حُفرة في جهازك العصبي، يعني هو مش بيتغيّر. عشان أنا عارفة إن الكلام ده مش بيناسب ناس كتير، لإن في ناس أساس يعني الفيديوهات اللي بتشوفوها بقى على إنستجرام والتيك توك والكلام ده، بتبقى يعني بتبيع وَهْم، اللي هو يعني إزاي تقدر تخلّي نمط تعلُّقك آمن. ما فيش حاجة اسمها كده، نمط تعلُّقك هو نمط تعلُّقك ومحتاج تكتشفه. كمان الحاجات اللي بتضحّكني برضه الناس اللي بتروح تعمل quiz 10 أسئلة ويقول لك لأ أنا نمط تعلُّقي طلع كذا وكذا وكذا. أنا حتى كنت عملت كده في course زمان كنت أنا بادّيه، إنه يعني اديت لهم quiz كده من الكويزات الهبلة دي، اللي هي مش بتطلّع الحقيقة يعني. فكل اللي طلع نمط تعلُّقه قَلِق، بعدين في آخر الcourse اكتشفنا إن هو disorganized، اللي هو القَلِق متجنِّب. ومعظم اللي طلع متجنِّب sorry، اللي طلع secure طلع متجنِّب، لإن الناس المتجنِّبة بتبقى فاكرة نَفْسها إنها آمنة على فكرة. لإنها بتفكّر بعقلها شوية وبتنجذب دايمًا لناس قَلِقة، القَلِقين بيبقوا طبعًا بتفجّر عندهم القلق ده، فبتخلّيهم يتصرّفوا تصرُّفات غير منطقية، فيبان وكأن يعني الشخص الavoidant ده اللي عاقل، مش ما عندوش مشكلة ولا حاجة. الفكرة إن نمط التعلُّق عشان تعرفه محتاج يعني digging deep، محتاج إن أنت ترجع للسنين دي الأولانية نفحصها نشوف فيها إيه، وجَرد لجميع علاقاتك و وجَرد لمشاعرك، يعني محتاج شغل تقيل، مش quiz على النت. في course أنا عاملاه للكلام ده لو حابين يعني الناس اللي عندي على الفيسبوك أنا عاملة group للكورسات، يعني ممكن تخش عندي على الفيسبوك وتتواصل وتاخد ده، ولو مش حابب برضه it's okay. أنا هاحاول النهارده بقدر الإمكان إن أنا أوضّح حاجات كتير ممكن تبقى خطوة أولانية لبداية الفهم. الناس اللي هي أغلب الناس يعني عندها اللي هو نمط التعلُّق القَلِق والقَلِق المتجنِّب، أوكي؟ بيبقى دماغهم دايمًا فيها poverty mindset غصبٍ عنّهم من سبب نمط التعلُّق، وبسبب برضه بعض الحاجات البيئية اللي إحنا يعني مثلًا زي الستات عندنا، الستات في العالم كُلّه الحقيقة يعني بيتوصّل لهم رسالة إن أنتِ قيمتِك بتزيد شوية لو في راجل معبّرِك يعني. فده برضه بيشترك في المشكلة، زيد عليها بقى لو حد نمطه أساسًا قَلِق أو نمطه أساسًا قَلِق متجنِّب، فبيكون الشخص ده بيحس زي بندرة، فلمّا يخُش حد في حياته ما بيكونش هادي، بيكون متوتر طول الوقت. الرسالة اللي بتتبعت لو ما اتردّش عليها فورًا بيحصل سيناريوهات بقى خطيرة في الدماغ. آمم وفي أحيانًا برضه لو هُم في علاقة مؤذية بيبقى في فكرة اللي هو الscarcity mindset أو عقلية الندرة، إنه يعني بيستحملوا يقول لك إيه، طب هو كويس إن في حد. يعني دي حاجة طبعًا مش بتتقال out loud، بس هي بتبقى جوّه دماغهم إن هو كفاية إن في حد، فأنا عشان كده هاستحمله، فتلاقيهم ماسكين في الناس. آمم اللي باقوله إنه نمط التعلُّق مش بيتغيّر، ده مش معناه إن إحنا ما ينفعش نهندله، أوكي، أو ما ينفعش إن إحنا نعمل حاجات تخلّيه يهدى، أوكي، أولها تغيير الmindset، اللي هو إحساس إنه الشخص اللي معايا ده ما فيش غيره في الكون، ده يعني ينفع نشتغل عليه ونغيّره، ينفع نشتغل على عقلية الفقر، أوكي، ينفع نشتغل على تعلية الself esteem، تعلية حُب الذات. الناس الsecure الآمنة ينفع نتعلّم منهم، يعني كتير جدًا ناس بتهدى جدًا ونمط تعلُّقها مش بيتغيّر، لكن بيهدى لمّا بيكونوا على مقربةً من ناس آمنة، لإن كأن الناس الآمنة دول بتعمل لهم الmirror اللي يتعلّموا منّه يعملوا إيه، أوكي. الآمن مش محتاج يلعب games في العلاقات خالص، يعني أي حد بيلعب games في العلاقات عنده مشكلة، عنده مشكلة في التعلُّق.
مش محتاج خالص إن هو يتنازل عن حدوده عشان اللي قدّامه يقبله. آمم الناس الآمنة مش ناس منزّلة من السما مثلًا ما ينفعش يخشوا في علاقات toxic أو ما ينفعش مثلًا يتجرحوا، لأ هم عادي زيّنا زيّهم زيّنا وزي يعني بيخشوا علاقات toxic وبيتألموا، لكن الفرق في رَد الفعل وفي سرعة الrecovery. أوكي، يعني الشخص ده بيبقى عنده المقدرة على الاتصال والانفصال بسهولة. يعني القرار بيبقى بسهولة، لكن مش معنى كده إن هو لا يتألم أو لا يبكي أو ما بيتهزّش أو ما بيجيلوش فترات يفقد ثقته في الناس وفي نَفْسه، لكن بيقدر يbounce back لإنه الأساس بتاعه آمن. عشان كده باقول يعني إنه ده الأساس، لكن إحنا نقدر نهندل جهازنا العصبي بحيث يتصرّف كما لو كنا آمنين، بس ما مش معناها أبدًا إن إحنا هنتحوّل لناس آمنة، علشان الحتّة دي مهمة جدًا. التعلُّق القَلَق هيفضل قَلَق، التجنُّبي هيفضل تجنُّبي، ليه؟ لإن ممكن حد يعني يفتكر إن هو اتعافى، وبعد كده مثلًا حد قَلَق يفتكر إن هو اتعافى، وبعد كده يتقابل مع حد تجنُّبي، ما اكتشفوش، يعني أوكي وخشوا مع بعض في العلاقة وابتدى يحصل له trigger جامد جدًا. فيتهيأ له وكأنه إن هو انتكس، هو ما انتكسش، هو طالما التعلُّق مش بيتغيّر، زي ما قُلنا بنهندله، كل ما بنكون مع ناس آمنة أكتر حوالينا كل ما إحنا بنهدى، لإن الآمن مش بيطفش من مثلًا إنِّك تبعتي له 5000 مسج في اليوم، مش ده اللي هيخلّيه يسيبِك، فاهماني؟ هو ممكن يحط لِك حدود، يعني ممكن يقول لِك مثلًا ما تزع يعني يعني بما معناه ما تزعجنيش للدرجة دي، أنا هاطمنِك، لكن مش هيرفضِك عشان كده. برضه لمّا تجنُّبي بيبقى مع آمن، لمّا التجنُّبي بيحاول يبعد وكده، الآمن مش بيتجنن، يعني اللي هو أصل هو الناس لمّا بتبعد أو ما بتردش على message أو حاجة زي كده، بيبقى في مثلًا 20 سبب لده. لمّا أنا يكون تعلُّقي قَلَق، أنا دايمًا باختار السبب اللي هو فيه اللي متعلّق بقيمتي، يعني هو أكيد ما عادش بيحبّني، بيخونّي، تمام؟ الناس اللي ما عندهاش ده مش بتفكّر بالطريقة دي، بتفكّر اللي هو أوكي، ما هو ممكن ما بيتكلّمش عشان كذا، ممكن مشغول، ممكن، لو مش ده كُلّه وقاصد فدي مشكلته مش مشكلتي، فأنا بقى أشوف إذا أنا هاستحمل الأسلوب ده والّا مش هاستحمله، لكن مش هيخلّيني أطارد. أنتِ فاهمة إزاي أو أنت فاهم إزاي؟ الآمن لا يُطارد، لإنه هو مش محتاج يعمل كده، وفي نفس الوقت مش بيتقل أوي، يعني عادي الدنيا بتبقى تمام، بيبقوا داخلين العلاقات بعقلية وفرة، لو ده ما نفعش في غيره، بيبقى عندهم احتياج شديد جدًا للحب وللمس ولكل حاجة، لكن لو ما حصلش مش بيموتوا من غيره، ليه؟ لإن هو ما حصلش حاجة تخلّيه يربط قيمته برضا الآخر عنه. في نمط تعلُّقه وهو صغير. لكن القَلِق والتجنُّبي عندهم مشكلة، يعني التجنُّبي بيبقى عايز القَلِق ليه؟ بيبقى عايزه عشان خاطر كل ما بيطارده وبيتعلّق بيه هو الego بتاعه بيبقى يعني بيبقى يعني إيه، آمم نِفِخ يعني. طبعًا إيه الحلول لحد عنده مثلًا نمط تعلُّق قَلِق أو تجنُّبي؟ زي ما قُلنا الحل الأولاني في إن إحنا نفحص إحنا بنختار مين، يعني لو أنا في علاقة مع حد attachment style بتاعه مش تمام، لو هو مش شغّال على نَفْسه يُستحسن نبعد، دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا كل ما ييجي لي رغبة في إن أنا أطارد، أوقّف، ما أعملش حاجة خالص وأهدّي نَفْسي، أهدّي نَفْسي، أعمل لنَفْسي حاجة اسمها regulation دي بقى طُرق كتير. ممكن أعمل تمارين تنفُّس، ممكن أكلّم حد في التليفون أشتكي له، ممكن أكتب، ممكن أقعد أواجه مشاعري. محتاجين بس نفهم إن إحنا لمّا بنطارد الناس آآ أو بنتجنّبهم أو بنعمل التصرفات دي، طبعًا إحنا ما لناش ذنب فيها لإن هي دي بتكون حاجة تبع جهازنا العصبي.
بس إحنا بنكون بنحاول نثبت لنفسنا حاجة، ده مش حُب، الحُب بيبتدي بعد ما التعلُّق يتهندل، أي بني آدم يقدر يحب لمّا التعلُّق بتاعه يتهندل، قبل ما يتهندل بيكون مش حُب أوي، وده مش معناه إن إحنا ما نخشش علاقات، لأ بالعكس نخش علاقات عشان نكتشف، أوكي، بس ما نحكمش إن إحنا كنا في غاية الحُب واللي قدّامنا ما كانش بيحبنا، لإنه اللي أنا وهو كنا بنعمله لعبة إيجو، هو عايز يحس إنه مرغوب وأنا برضه عايزة أحس إن أنا مرغوبة وقاعدين نعمل في بعض عمايل، فدي حاجة يعني إنه نفهم إنه الحُب الحقيقي يبتدي بعد ما التعلُّق يتهندل، قُلنا هو مش هيتحوّل لآمن ولكن هيتهندل، بعد ما يتهندل بنبتدي نشوف بقى الحُب، الحُب هدوء، الحُب ارتكاز، الحُب حرية، إن أنا أعطي الآخر حريته وأنا كمان أبقى حُرّة، الحُب اكتفاء بنفسي، ثم مشاركة نفسي مع الآخر، مش ما ي يعني بس عشان نوصل للمرحلة دي أعتقد لازم بنحتاج نمُر على علاقات كتير تعلّمنا، وبعدين بتيجي العلاقة الصح بعد ما بنكون نضجنا. أتمنى لو الفيديو ده عجبك تعمل له share وsubscribe واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم، وأشوفكم على خير في فيديو تاني.